انذاك في ذاك الوقيته اللي كانوا يعني المهم كان داز صداع وساله في هذا المقطع هذا بالضبط. كانت ناديه ديك الساعات عاد كيتزوجات وداك الشيء، وكان حتى شي واحد ما عنده الخبار، بمعنى ما كانش علات الخطوبه او الزواج او ضريب الصداق. فهذيك حياتها، وحنا ماشي بالضروره تشارك معنا الحياه ديالها الشخصيه وتشارك معنا هي تزوجات. كاين بعض الحوايج ما بنادم كيبغيو ما يبقاو سكري، او حياته هذيك ولا المهم شغل هذاك او البروغرام او البرنامج اللي غيكون في حياته، حنا ما غاديش ندخلوا فيه. لكن هذا المقطع هذا اللي هو كان واحد يعني بحال بدايه ديال الصداع، او نقص عليك باش تجاوبيني باش نخدموا عاوتاني. هنا الاخوان بزاف ديال الناس اللي كيقول لك لا راه هي غير باركات، غادي تصنتوا، او الا تصنتوا عاودوا تصنتوا وشوفوا واش باركات بطريقه زوينه. شنو هو اللي كنعرف انا باركات؟ هو الله يجعل كل شيء مبارك مسعود كذا. اختي ناديه الله يكمل عليك بالخير انت والزوج ديالك، الله يكمل عليك بالخير ويجعل سيدي ربي يسعدك احسن منك و و و و كما كنعرفوا المباركه ديال المغاربه. والا كان قريب بهم كيمشيو كيدير الواجب وكيدي الصواب والهدايا او السكر او هذه هي المباركه. اما باش نقول لك ناديه ضحات بيا، ناديه كانت معايا، ناديه دارت ليا، ناديه دخت عليا، فما عنده حتى شي تفسير ولا حتى شي معنى. المهم هذا الفيديو هذا الاخوان حطيته لكم لان بزاف منهم بعض القنوات اللي كينتقدوا. تحياتنا للجميع سواء مع سواء ضد، انا ما كيهمني حتى شي واحد، انا احترموني يحترموني. هذا الشيء اللي كاين غير للتوضيح او باش نوضح لكم الرؤيه باش تعرفوا شنو كاين الاخوان. نخليكم مع هذا المنظر وغادي نقول لكم فين انا جالس. كنعطيكم انا ومهدي هنايا. مهدي شد عطله. شحال شديتو مهدي العطله؟ 9 ايام. 9 ايام د العطله. قال لي بابا بغيت نمشيو انا كيبغي مسكين كيعجبو هذا الجو هو ديال الطبيعه والخلا والماء وهذا الشيء. قلت له هي اللي ما تعاودش البليصه ديالنا راه فينا هي، حنا جالسين مع راساتنا انا وياه طيطاطيط، لميها حدانا لميها صافيه كما كتشوفوا. هذا الجو زوين، انا صراحه ما كنسخاش به، جو رائع وكيعجبني. المهم هذا الفيديو اللي حطيت لكم المقطع رجعوا تشوفوه ديال صاحبه ناديه اللي كتقول يا كناديه ضحيتي بيا ويا كناديه ودرتي لي وفعلتي لي، غير باش حتى القنوات اللي ما فاهمينش او اللي كيبغيو ينتقدوا وما عارفينش ولا شي حاجه ف يعني تصنتوا وحلوا وناقشوا. تحياتي للجميع.